في موتوسيكلات سريعة، في موتوسيكلات سريعة قوي. بس لما نتكلم عن كawasaki نينجا اتش 2 و اتش 2 ار فاحنا هنا بنتكلم عن المستوى التاني من السرعة، البايك اللي حتى السوبر كارز تخاف تقف جنبه. لكن هل سألت نفسك ايه الفرق بين الوحشين دول؟ وايه السبب اللي يخلي الاتش 2 قانوني والاتش 2 ار محظور؟ النهارده هنتكلم عن القصة كاملة. في 2014 كawasaki قررت تعمل حاجة محدش جربها قبل كده، بايك بسوبر تشارجر، وكانت النتيجة مولود جديد اسمه نينجا اتش 2 اللي كان نقلة في عالم الموتوسيكلات الرياضية. بس الشركة ما وقفتش هنا، بعدها بشهور أعلنت عن نسخة للسباقات بس اسمها H2R، وحش مش قانوني وأسرع موتوسيكل إنتاجي في العالم. من الآخر H2 أول سوبر تشارج قانوني في الشارع، H2R أقوى وأسرع موتوسيكل مصنع مباشرة من كawasaki. كawasaki في الأصل بتصنع طيارات، وكان في مهندسين كتير من قسم الطيارات موجودين في تطوير الوحوش دي، ده اللي بيخلي البايكات دي عندهم حاجات مش موجودة في أي بايك تاني، وده اللي هنعرفه بالتفصيل قدام في الفيديو. فنصيحة، هات لك حاجة واتفرج الفيديو ده للآخر لأن كله معلومات مهمة جدا. دلوقتي ندخل على الحاجة اللي كلنا مستنيينها، القوة. كawasaki H2 بيجي بمحرك 999 سي سي سوبر تشارجد 4 سلندر بقوة 228 حصان وعزم دوران حوالي 141 نيوتن متر، سرعة قصوى 330 كيلو متر في الساعة تقريبا. البايك ده بيقدم لك كل اللي ممكن تكون بتحلم بيه، ما بالك بقى اخوه الكبير. اسم H2 مش جديد على كawasaki، الحقيقة ان الاسم ده مستوحى من اشهر بايكاتهم في السبعينيات، وهو الكawasaki مش IVH2 اللي كان 3 سلندر ثنائي الاشواط ومشهور بسرعته المجنونه وصوته العالي جدا. كawasaki حبت تكرر التاريخ فسمت السلاح الجديد بتاعها نينجا H2. اما النسخه المعموله مخصوص عشان السباقات اللي هي اخوه الكبير ال H2R، والار هنا اختصار لريسنج، بس لسه هنتكلم عنه بالتفصيل كمان شويه. في عالم الموتوسيكلات ما حدش كان بيستخدم سوبر شاشه على البايك، لكن كawasaki استخدمت خبرتها في محركات الطيارات والمواتير النفاثه وصممت لل H2 سوبر تشارج متطور من غير اي تاخير زي التربو، وده كان اول موتوسيكل سوبر تشارج من شركه كبيره، وده خلاه فريد من نوعه. تصميم البايك ده حقيقي عبقري، شكله كله مليان ايروداينامكس، مفيش حته ما فيهاش مكان الهواء يعدي منه، مع فتحات هواء في كل مكان، هيكل قوي جدا وخفيف الوزن. التصميم معمول عشان يخترق الهواء بكل سلاسه ويكسر حاجز السرعه، شكله يخطف عينك من اول لحظه. والله لو فضلت اتكلم عن التصميم من النهارده لحد بكره مش هيكفي برضه، عشان كده خلينا نتكلم شويه عن التكنولوجيا في الموتوسيكلات دي. بص باختصار كده، كawasaki حاطط كل التكنولوجيا في البايك ده، بس دي اهم المميزات. نظام إدارة القصور الذاتي لمساعدتك على التحكم، وده نظام بيساعدك ان انت تتحكم في البايك ده يلوك امتى السرعة. كويك شيفتر عشان كلنا عارفين انت هتعمل ايه بالبايك ده. لانش كنترول باختصار ممكن نسميه وضع اطلاق الصاروخ حرفيا، واكيد حاجات تانية كتير بس دول اهمهم. كل ده بيخلي ال H2 آلة سرعة مجنونة، لكن في نفس الوقت فيها شوية مساعدات تخليك تقدر تتحكم فيها. H2 مش مجرد ارقام، التجربة الحقيقية ليه حاجة تانية تماما. اي حد يجرب يسوق قال انه مرعب. السوبر تشارجر بيشتغل بطريقة مفاجئة وبتحس ان الموتوسيكل عاوز يطير من تحتك. التسارع مجنون من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة في اقل من ثانيتين ونص. اي حركة غلط على الفراتل ممكن تخليك في ورطة حرفيا. حتى على سرعة 300 كيلومتر في الساعة البايك لسه بيزوق اكتر، لسه ممكن يجيب اكتر من كده بكتير. السؤال الحقيقي انا مش هل تقدر تسوقه، السؤال هو هل انت مستعد لسرعته اصلا. طب خلينا بعد ما عرفنا الحاجات دي كلها نشوف الاخ الكبير ونشوف الجنان فعلا واصل لحد فين مع كawasaki نينجا H2R. اقرب حاجه تبين لك الفرق بين الاتنين كأن الكawasaki نينجا H2 العادي هو عربية سوبر كار، وال H2R عربية فورمولا 1 بالظبط. ده أقرب مثال أقدر أوضحه لك. فالموتور هنا نفس المحرك لكن بتعديلات داخلية وشنوط أخف، وبصراحة كل حاجة أخف هنا، بقوة توصل لحد 326 حصان وبتعديلات بسيطة جدا تقدر تكسر الرقم ده بكل سهولة، وكل ده بسبب السوبر شارجر وعزم دوران 165 نيوتن متر. التسارع هنا مجنون من 0 ل 100 كيلومتر في الساعة في أقل من ثانيتين. السرعة القصوى أكتر من 400 كيلومتر في الساعة، هو الموتوسيكل الوحيد اللي بيكسر 400 كيلومتر بسهولة، وبيحتاج محترف، لا محترف حقيقي عشان يقدر يسيطر عليه. وده اسرع من اسرع بايك في العالم بفرق واضح وكبير، وانا بتكلم في فئه الستوك طبعا. فموتوسيكلات متعدله تقدر توصل لسرعات قريبه من كده زي لو يابوزا تيربو مثلا، لكن ستوك ده يكسب اي حد. وفي الحقيقه كawasaki الجنان وصل بيها لاعلى المراحل، فبدل ما تلتزم بالقوانين كawasaki كسرت كل القواعد. بدل ما تحاول تخلي البايك قانوني كawasaki عملته للسباقات بس. بدل ما تلعب بالارقام كawasaki قالت هنحط اقوى محرك ممكن ونشوف ايه النتيجه. والهدف من كل ده تصميم اسرع بايك ممكن من غير ما يهتموا لو الناس هتقدر تسوق اصلا او لا. H2R مش زي اي موتوسيكل عادي، ده اقرب ما يكون لموتور طياره على عجلتين حرفيا. من اول يوم ظهر فيه
كل الناس كانوا عاوزين يعرفوا حاجة واحدة بس، هل هو فعلًا أسرع موتوسيكل في العالم؟ فاختبروا بيه اختبارات كتير جدًا وأشهرهم H2R ضد طيارة F-16 ومش هتصدق إن الH2R كان قريب جدًا إن هو يسبق الطيارة، وH2R ضد عربية فورمولا 1 والموتوسيكل سبقها في الانطلاق فعليًا. H2R في اختبار رسمي وصل ل400 كيلومتر في الساعة، وفي شخص مجنون وصل بالH2R لل400 دي على جسر في تركيا في أقل من 30 ثانية، فرسميًا ده أقوى وأسرع موتوسيكل إنتاج في العالم وفي التاريخ كمان. أرقام خرافية وصعب تصدقها غير لما تجربها أو تشوفها بعينك أكيد. التصميم هنا حقيقي مختلف، انت لو مالكش في الموتوسيكلات قوي ممكن تحس ان الاتنين نفس الحاجه تقريبا، بس ده بمرايه وده من غير مرايه. بس الحقيقه انه لا، انت الموضوع مش كده خالص، لانك لما تعرف حاجات عن تصميم البايك ده هتغير رايك اكيد، عشان البايك ده بيجي من غير مرايات ومن غير نور قدام ومن غير كاتم في الاكزوست. النور كده كده مش هتحتاجه في السباقات او في الحلبات، والمرايات في مكانها اجنحه عملاقه عشان تثبت الصاروخ ده على الارض. الجسم بالكامل مصنوع من الكربون فايبر، حرفيا خفيف جدا وغالي جدا برضه. طبيعي من غير الحاجات دي كلها الوزن يبقى اخف، وزن البايك ده 216 كيلو بس. اكيد كل ما تتخيلوا من التكنولوجيا يبقى موجود هنا، صح؟ الحقيقه انه لا. فالبايك ده ما فيهوش تراكشن كنترول وما فيهوش EBS زي اللي انت متخيلهم. الحاجات دي هنا مش بنفس الفعاليه اللي شغالين احسن في الاتش 2 العادي. عارف ان صعب ده تصدقه، بس عشان سوق الوحش ده بتحتاج مهاره سباقات حقيقيه، لانه ده مش متصمم للشوارع العاديه نهائيا. بس للاسف الحلو عمره ما بيكمل. للاسف في 2023 كawasaki اعلنت عن وقف انتاج الاتش 2 ار، بس ليه؟ بسبب قوانين الانبعاثات. المحرك السوبر تشارجد مش بيتماشى مع القوانين الجديده، ده غير ان تكلفه البايك ده خرافيه. في سعره بيبدا من $55,000 وبيوصل لحد $65,000. ده طبعا غير ان هو خطير جدا، قليل جدا اللي يقدروا يسوقوه صح، ومع ذلك هو بينباع منه كتير وبينباع منه نسخ كتيره والناس بتستعمله. لكن اتش 2 العادي لسه موجود وممكن نشوف منه اجيال جديده في المستقبل، لكن المتاكدين منه مفيش موتوسيكل هيجي زيه قريب. دلوقتي السؤال مهم، لو معاك الفلوس هتاخد مين؟ لو عاوز حاجه سريعه وقانونيه للشارع الاتش 2 هو الاختيار المثالي، لكن لو عاوز وحش سباقات غير قانوني فالاتش 2 هو ملك السرعه. في الاخر الاتنين اساطير في عالم الموتوسيكلات، بس السؤال هو هل انت مستعد تمسك واحد فيهم؟ لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشاركنا في التعليقات، هل لو معاك الفلوس كنت هتشتري اتش 2 ولا اتش 2 ار؟ وعاوزنا نتكلم عن انهي موتوسيكل في الفيديو اللي جاي. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.